السلام عليكم يا بنات، عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. النهارده لوك جديد من مورفي باليت. مورفي دي باليت جديده صغنونه كده وعجبتني قوي الاي شادو بتاعتها، وحبيت اعمل اللوك ده منها. وتقريبا كل الحاجات اللي مستخدماها في اللوك هي حاجات جديده، وكنت بحب اجربها معاكم. اول حاجه هستخدم ال NYX القلم دوت كبرايمر للعين، وهفرده باي كابوكي بروش صغيره من اللي بتفرد الكونسيلر او الفاونديشن. حبيت احط لزقه لان الاي شادو دوت بيجمنت جدا وقوي قوي، ومش عايزه يعني كنت حاطه برايمر وكده، ومش عايزه امسح في وشي كتير او انضف بالوايبس، فحطيت اللزقه عشان اللوك يطلع نظيف، وكمان شكل سحبه العين يعني مش وحشه. حطيت اول لون دوت، وتاني لون اخدت الدرجه المشابهه ليه، ولو حابين اعمل لكم ريفيو كامل عن الباليت ديت عشان تقدروا تعرفوا الالوان بتاعتها احسن. وكمان لو حابين تشوفوا السواتش بتاعها روحوا على الانستجرام بتاعي وانتوا تشوفوا السواتش انا عملته ونزلت الصوره على الانستجرام. الفرش اللي بستخدمها بتاعت البلند ديت هي فرش من كوستل سنت. ده ست فرش جديد جبته اسمه سموكي اي، برضو ممتاز جدا، واكيد برضو هعمل عنه ريفيو وعرفه لكم كويس. اخدت اللون الموف زي ما انتم شايفين وحطيته على الجفن المتحرك، ودمجته كويس مع اللون التاني عشان يبقى عند منطقة الجفن المتحرك تكون فاتحة شوية. اخدت كمان لون اسود بالفرشة اللي هي عاملة زي البنسل براش بس على كبيرة شوية، برضو من نفس الطقم بتاع الكوستل سنت سموكي اي. وابتديت ادمج الاي شادو. طبعا فرش كوستل بتعجبني جدا، فرش كوستل كلها بتكون من شعر طبيعي وبتعجبني جدا جدا. شوفوا الدمج مش محتاج. اخدت اللون دوت من الباليت بتاعت مورفي الفاتح وحطيته في اول عينيا. اللون دوت بالظبط هو عبارة عن جليتر مخلوط بمثبت، وكمان معاهم اي شادو عامل زي الكالر بوب بالظبط، فعشان كده لازم تبقي قافله العلبة على طول لان اللون ده ممكن ينشف. اخدت التيب لاينر دوت من اماندا، برضو كان جديد وكنت حابة اجربه وبرضو عجبني جدا، وهعمل عنه ريفيو قريب برضو. وشوفوا كده الايلاينر رسمته بطريقة عشوائية من الطرف، وحطيت الخط رفيع خالص بس عشان الرموش على الجفن المتحرك. دلوقتي جه الوقت اشيل اللزقة وبس كانت حادة شوية فحبيت يعني ادمجها بايدي. ركبت الرموش دي رقمها 133 أردل. دي انا كنت جايباها من ولاء صهيب، واستنوا الريفيو برضو عن نفس الرموش لانها حلوة جدا. هي مش رموش اصلية بس رموش زي ما انتم شايفين شكلها ما يفرقش حاجة عن الاصلية. اخدت الماسكارا ديت من اماندا ودمجت الرموش الاصلية مع الرموش الصناعية. جبت الانجل براش برضو من نفس الست بتاع الفرش ورشتها شوية فيكس، واخدت اللون الاسود من الباليت. خلاص بيتحول لايلاينر، يعني مش قادره اقول لكم الباليت قد ايه كويسه. حطيت جوه عينيا نفس اللون الابيض من NYX، وما حبيتوش جوه عيني قوي على فكره لانه كل شويه بيروح وبيحتاج انك تحطي تاني، فكان ال NYX اللي هو التاني الوندر كان احلى من دوت. اخدت بس هي الاضاءه من الباليت بتاعه المورفي الكبيره، لان الباليت مورفي الصغيره دي ما فيهاش خالص اضاءه تحت الحاجب. اخدت اللون الموف وبعدين ابتديت اعمل تدريجا للون تحت عينيا. مشيته كده على كل اللون الاسود، فاداني افكت انه في امبري في اللون او في تدريجه لون زي ما انتم شايفين. بس فحطيته كده علشان يعمل لي الشكل ده. حطيت بقى ماسكارا نوع تاني من اماندا في الرموش السفلية، بس افتكرت ان انا لازم اشيل الباودر اللي انا حطاه تحت عيني الاول. كنت عاملة بيكنج وشلت الباودر الاول، وبعد كده هحط ايه تاني مش عارفة. بعد كده المفروض اني هحط المسكرة، وهوريكم قد ايه المسكرة دي بتفرق الرموش عن بعض بجد، وخلتها كأن بالظبط رموشي كأني حاطة رموش واحدة واحدة تحت عينيا. كانت حلوة قوي ومرتبة قوي. بعد كده هاخد الايلاينر التحفة دوت من فلورمار. ايلاينر ما شفتش زيه في الدنيا في جماله، عجبني قوي قوي. وبس مشيت يا دوب على الخط، سوري اني ما جبتش الحته الاولانيه دي، بس مشيت على الخط كده بس الموف. لو عجبكم الفيديو يا بنات
ده اللوك النهائي. لو عجبكم الفيديو يا بنات ما تنسوش الشير واللايك والسبسكرايب. سلام عليكم ورحمة الله.